أيها السادة، يجدر بنا بهذه المناسبة أن نسأل المراجع عن سبب تسمية مصر بهذا الاسم، لنجد أن المصريين القدماء فتنوا بواديهم الأخضر فأطلقوا عليه أكثر من اسم، مثل كيمة أي السمراء، وتاكيمة أي الخمرية، وتاوى أي الأرضين، وإدبوي أي الضفتين. ولم يكتفوا بهذا كله، بل أضفوا عليها من ولعهم بها صفات شاعرية ودللوها كما يدلل المعشوق، فقالوا إرترع أي عين الشمس، وجاك نثرو أي عين الأرباب، وتتري أي ذات المحربين، وباقة أي زيتونة. أما جيرانهم من كنعانيين وأشوريين وفينيقيين وبابليين فكانوا يسمونها مصرى ومشرى ومصرم ومصرايم في التوراة، وجاء القرآن الكريم فختمها بلفظة مصر. ليه سميت مصر أم الدنيا؟ احنا كلمة مصر في مصر بنستخدمها بمعنيين. مصر يعني جمهورية مصر، لكن عادة بنقول على مدينة القاهرة مصر. فما يقول لك فلان رايح مصر، جاي من مصر، ونقصد مدينة القاهرة. زي ما في سوريا بيتكلموا على دمشق يقول لك عليها الشام. فأبناء الريف أو أبناء المدن الأخرى لما يجوا القاهرة ويلاقوا فيها الضخامة والجمال والأبهة وكل الآثار القديمة، بيحسوا إنه مصر التي هي القاهرة هي أم دنياهم هم، يعني أم الدنيا كما يتصوروا، أو أجمل مكان في مصر. لكن في بعض الناس بيستخدم مصر أم الدنيا، يعني مصر البلاد المصرية أم العالم كله. احنا ما عندناش مانع نستخدم المعنى ده من منطلق ان احنا بقالنا 5000 او 6000 او 7000 سنة في هذا الموقع لم نتغير. وربما كانت مصر اكثر البلاد العربية اتساقا في سكانها، يعني كلنا زي بعض، لم نبرح هذا المكان. وجم الرومان والاغريق والفرنسيين والانجليز والاسرائيليين، وبقيت مصر وخرج كل الغزاة. فيمكن من باب الاعتزاز الشديد بمصر او من باب الوطنية احنا بنقول على بلدنا ام الدنيا. لكن لا استبعد ان ابناء الحضارات القديمة زي الحضارة الاغريقية يقولوا على بلادهم انها ام الدنيا برضه. بنقرا في الفلسفة او في الادب الاغريقي القديم نجد ان هم بيعتبروا نفسهم البشر، وما عداهم بيسموهم البرابرة او الهمم او المتخلفين. واحنا جريا على هذا الاستخدام الاغريقي والروماني القديم بنقول فلان بربرة او هجمة بربرية، فيغضب مننا كل ابناء المغرب العربي لانهم من اصول بربر. وكثيرا ما نبهنا اخواننا في المغرب والجزائر وتونس ان احنا ما يصحش نستخدم كلمة بربرية، لأن دي الأغريق استخدموها ضد كل من ليس إغريقيا. وبعدين نلاقي مثلا عند الجرمان يعتبروا أن الجنس الآري هو سيد الأجناس، ودي بلغ قمته في الفلسفة النازية. تجد أن النازيين لما بيعملوا ترتيب لكل مخلوقات الله يتحط الآريين في المقدمة، أما بقية الشعوب فتتحط في المؤخرة، اللي هم الحاميين والساميين اللي هو احنا يعني. نعم. إذن هم من رأيهم مش بس إن ألمانيا أم الدنيا، وإن الرجل الألماني الآري سيد البشر. ولذلك استخدمت كلمة سوبرمان أو ما يسمى باللغة الألمانية إيبرمنش، أي الإنسان الأعلى وهو الإنسان الآري. ولابد إن الحضارة الهندية القديمة يعتبروا نفسهم أم الحضارات أو الحضارة الصينية. واستخدام الأم هو تكريم للأم نفسها. يعني لما نقول أم الدنيا كلنا بنحب أمهاتنا، والجنة تحت أقدام الأمهات، وبنشوف إن الجنة هي مصر، وإن اللي عاوز يدخل الجنة يجي يرمي نفسه تحت أقدام الأم التي هي مصر. تود نسميها إيه؟ وما زال العالم أجمع يحتار فيما سترى في رحلتك إلى أسوان، كيف بقيت الألوان في هذه المتاحف والمعابد الموجودة في الأقصر وأسوان لم تتغير من آلاف السنين. مصر أم الدنيا طبعا، لأن الموقع بتاعها طبعا الحقيقة يعني كل الناس عارفة أنه هو موقع ممتاز.